يا رب يا الله يا الله يا يا رب يا الله. الله أكبر. لا تعرف جبهة كلفت قوات النظام خسائر فادحة في الأرواح والعتاد كما جبهة سهل الغاب. أكبر يا رب. الله حتى إن عبارة عشرات القتلى والجرحى ربما قد لا يصح إسقاطها إلا على جبهة سهل الغاب. الله أكبر. مقاطع جديدة تعرضها الفرقة الساحلية الأولى لاستهداف آليات النظام في محيط حاجز الكمب، الثكن الأقوى للنظام في السهل. الله أكبر. الله أكبر. رغم دخول سهل الغاب بريف حماة الغربي مؤخرا في معارك فعلية بهدف تحريره، إلا أن خسائر النظام تجاوزت في هذا السهل ما دونها من مناطق، لتبلغ في الثلاثة أشهر الماضية عبر عمليات القنص الصاروخي فقط أكثر من 1500 قتيل للنظام، وفق توثيق لناشطين في حماه. يا رب يا رب. الله أكبر. فيما تجاوز عدد الدبابات المدمرة والمعطوبة 20 دبابة. أما السيارات المزودة برشاشات ثقيلة فبلغت 35 سيارة، فضلا عن حافلات نقل عسكرية للمبيت بلغت 5 حافلات بأحجام مختلفة ليغدو طريق سهل الغاب، وفي أحد مفارقاته الأكثر خطورة وتكلفة لقوات النظام رغم قربه واحتضانه لقرى مؤيدة، عدا عن كونه مجاورا لأهم خزاناته البشرية كالقرداحة في الساحل. صاروخ تاو بشقيه B1 و B2 شكل رأس حربة في هزائم النظام الأخيرة بريف إدلب الجنوبي ومقابله من ريف حماة الشمالي، سيما في أن مداه بقرابة 4 كيلومترات مكن الثوار من اقتناص أهداف محددة ومحكمة. أما قدرته الخارقة للمصفحات فجعلت من دبابات النظام أسهل أهدافه، فضلا عن تلك العربات من BMP أو جرافات. مع تواصل تدفق صور تدمير آليات النظام، لا تزال هذه المشاهد أكبر مؤرق للنظام وشبيحته، وما لم يتمكن من تعتيمه عبر وسائل إعلامه. يقابلها وعلى ذات المشاهد مزيد من الرضا لثوار أنهكهم نظام أقلوي ببراميله وشبيحته. الحمد لله على النصر يا رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله.